المغرب راهي قوة عالمية دون تو لي دومان مخاخ في الفوتبول. يحضرون كلمة ما تكذبوش على الناس. الفوتبول رجعوه لماليه، راكو هلكتوا الفوتبول في الجزائر. المغرب واصلت وصحة ليهم وربي يجيبهم في الصواب. هنيئا مرة أخرى للمغرب من القالب. معليش مش احنا اللي زاد كيفهم، ليش ما فرحناش كيما فرحوا المغاربة؟ برشا تصاور شفناهم من المباراة. اللي داير بالكرة المغربية هو اللي قاعد يخرج في الملاعبية. فما ناس قاعدة تخدم من هنا، فما ناس قاعدة تخدم من هنا، فما أرضية متاع ناس كيفاش قاعدة تخرج. المغرب نظمت أمورها، المغرب استنات وبنات كي بنات لقات وين باش تسكن. عرفت تدافع وعرفت توظف انها كيفاش تشد الكرة، تمسك الكرة، ترتح لي ديفونسور نتاعك، تمشي لقدام وتعرف كيفاش تمس الشبكة. نحن هذا علاش ما نعرفوش نعملوا. هذا حبيت نقول لك. علاش؟ حبيت نقول لك انه انا مع منظومة دفاعية ذكية، يحط لك الباس اون بروفوندور، يضرب لك على 30 متر. نحن لا في تونس لا، العكس. نحن الناس اللي موجودين في تونس واللي قاعدين يخرجوا في الملاعبية البرة ما همش قاعدين يخرجوا، قاعدين الأكثرية وين يخرجوا فيهم؟ يخرجوا فيهم السعودية مليون اونتر بارونتيز، معناها سي بالباهي. اما دوري درجة الأولى الدرجة الثانية، نخرج للإمارات ديفيزيون 2، نخرج لقطر، نخرج الكذا، ما عندناش الملاعبية. وهذا يرجع لشنو زاد؟ يرجع زاد للبطولة نتاعنا اللي والنوادي نتاعنا. لا مش نكونفيرمي في كلامك، لا هذا نقولوا لك راهو وانا قليق نتحمل مسؤوليتي في هذا. لحظة تقول لي انت هما هاني قلت لك يا حاج، هما عندهم دبو مانجير، عندهم ناس قاعدة تخدم في الكرة وتعرف صحيح تسوق. فما برشا ملاعبيه راهو ما يستحقوش انهم يخرجوا. انا كي نشوف مثلا واحد كيما العيدوني يلعب في فرانك فاروش، ونشوف برشا ملاعبيه تلعب في نفس البوست نتاعو، تلعب في دو جروند زيكيب، نقول علاش على خاطر شوف انت شكون وراه هو العيدوني، شوف انت الملاعبيه هذاك شكون وراه. وقت اللي نلقاو شكون ملاعبيه ورانا نعرفوا راهو نجموا نخرجوا ملاعبيه. ملاعبي تونسي في العالم برودوي غير مرغوب فيه. مش علاش سامحني وسيم، مش الكاليتي تكنيك راه على خاطر احنا كي نمشيو لوروب عقليتنا وشخص ماهيش نتاع نجاح. اي فوالا علاش عكس المغرب. علاش؟ خاطر استراتيجي في بلادك غلطه. لا على خاطر احنا ملي احنا 80% منها وكما قال لك صهيب مولودين غادي فوالا. واكثر من هكا نعيمه سامحني، اكثر من هكا على خاطر احنا اولادنا اللي يخرجوا ما تربيناش على البروفيسيوناليزم اللي احنا صغار. العقليه باش تولي. علاش ما وليناش يلزم الفورماسيون ملي احنا صغار حتى كي نمشيو. يرحم والدي. هذا هو ماهيش مشكله تيرانات ولا مشكله بطوله. خلينا نحن كتوانسه نفرحوا برشا، ولكن تخلف ألم وحسره على المنتخب التونسي والتوانسه على قد محبتهم وعلى قد فرحتهم على قد ما زاد يحزنوا ويقولوا علاش مش احنا اللي زاد كيفهم، ليش ما فرحناش كيما فرحوا المغاربه. برشا تصاور شفناهم من المباراه. علاش احنا ما عملناش بيرفورمانس هكا فالور انترنسيك نتاع الملاعبيه نتاع مدرب نتاع مغرب ككل مقارنه بتونس، بين ملاعبيه، بين ملاعب، بين بطوله، بين فرق، كل شيء هذا اللي يصنع المنتخب في الاخر بين اللاعبين دو نيفو اللي يلعبوا في المنتخب المغربي. نجموا نقارنوا ما اغزر لي برس، نجموا نقارنوا ما بين زوز منتخبات. نغزر لك يا راف على خاطر ما خليت لي ما نقول. تبارك الله عليك يا راف يلي حللت. مش نقول لك تصح ولا تصح، خلينا نبداو في لا تصح. لا تصح المقارنه بالملاعب. راهو وقت نقولوا الملاعب ملاعب، انا راني نحب نرجع لمقابله الترجي وصفاقس شنو هو الملعب بعد. فهمت؟ مادام ما عندكش الزربيه اللي بتلعب عليها، مادام ما تنجمش تصلي، مادام ما تنجمش تلعب الكره، ما تقلقش روحك. هذوما ما عندناش. وتصح المقارنه في حاله وانه المدرب راهو مغربي، والمدرب المغربي راهو ما خذاش الفريق زاد عنده 6 ولا 7 سنين. المغرب نظمت امورها، المغرب استنات وبنات كي بنات لقات وين باش تسكن. احنا رانا حلينا الباب للناس الكل، لكن المغرب واصلت وصحة ليهم وربي يجيبهم في الصواب. هنيئا مرة أخرى للمغرب من القالب. كل صحة ليهم المغرب، على خاطر توا المغرب هي بلاد معروفة حتى في السياحة، من أكثر البلدان العربية اللي يزوروها السياح. وكي تسافر في أي بلاصة يقولوا لك المغرب مراكش وغيره. اليوم فماش حد في العالم نتصوروا ما يسمعش بالمغرب ولا ما عرفش المغرب. دونك هذا باش يرجع بالنفع للمغرب، حتى اللي ما يعرفهاش راهو صار يعرفها، وتخلي يمكن جوجل عليها وعرف
البلاد، وهي بلاد سياحيه دونك السياحه نتاعهم تصور انها باش تزيد ترتفع اكثر من اللي هي وباش تزيدوا ينتفعوا اكثر. يعطيوا معناها الامكانيات باش يتعاملوا لي فورماسيون وما ننساوش تحط استراتيجيه تو سامبلومون تحط استراتيجيه بورقه وستيلو على 10 15 و20 سنه وبلان بدا يخدم. دونك بالنسبه ليك انا نرى انه مش عيب ان نعرفوا حدود امكانياتنا وانه نوظفوا اللعب نتاعنا على حدود امكانياتنا. التوظيف الدفاعي في هجمه مرتده سريعه، خاطر مش المهم انك تفك كوره، المهم انك كيفاش تستحفظ على الكوره في منظومه دفاعيه. هذه اصعب حاجه، عرفت تدافع وعرفت توظف انك كيفاش تشد الكوره، تمسك الكوره، ترتح لي ديفونسور نتاعك، تمشي لقدام وتعرف كيفاش تمس الشبكه. نحن هذا علاش ما نعرفوش نعملوا. هذا حبيت نقول لك. علاش حبيت نقول لك انه انا مع منظومه دفاعيه ذكيه وقت اللي توظفها. علاش ما نعملوش؟ خاطر زاد لازمك كاليتي كما كان يحكي لك الناصر تاع دي جوار واحد ولا اثنين يكونوا فارقين. الروليور اللي نجم يرتحك وياخذ الكره يعمل بها الفوت ويحط لك الباس اون بروفوندور يضرب لك على 30 متر. احنا فكاكه التوا قعدنا فكاك، احنا فوق الكره ثم ما نعرفوش نعملوا بها. علاش؟ كل واحد يحب يلعب على زي راسه، وريناهم فما ملاعبيه شدت الكره حتى لين داخوا، بداو يدوروا حتى لين داخوا. فرجاني حنا بعل علي زاد كان خارج تقول لي انت فما نجم نصلحوهم. هاي النجم اذا فما مدرب تو مشيت تخصص عليه ترابلسي زاد يا خويا، خلينا نقول الحقيقه، اذا فما مدرب في مقام المنتخب التونسي اللي احنا كتوانسه نحبوه، تصير العمليه، تصير بالتدريب وكل شيء تصير. احنا المدرب قاعد يخزر وبعدين كي سمعته معناتها زاد ضغط نحبوا ياسر يحلل، كانه هو يحلل في التلفزه قاعد يحلل في المقابله شنو هي الاخطاء وشنو هي كذا. المنتخب المغربي عندهم ناس قاعده تخدم في الكره وتعرف السيبل نتاعها الصحيح. المغرب واصلت وصح عليهم وربي يجيبهم في الصواب.